انت سبتيهم في اسكندريه، في اب بنته هربت ولا سأل عني. بنته هربت ومراته هربت. هو بعت لي عمي، اكيد شافك، عرف انك بترقصي، بعت لي يعني عمي. اكيد الدم ضرب في دماغه وعايز ينتقم او عايز يثأر يعني لشرفه زي ما بيقولوا ان البنت بقت هربت عشان تشتغل في مع اني كانت نظرة المجتمع في الوقت ده مش هو كانت نظرته ايه والدك؟ والدي ما سألش فيا، هو اهتم بأسرته وعزوته وناس. ما فرقش معاه، خلاص بره مني وخلصت. اتبرى منك. طب ده ألمك الموضوع ده؟ طبعا ألمني شويه، انما انا اصلا هو كان يعني علي طبع فيا القسوه من قله عطائه ليا. فطبعا كتر القاسيه تقطع عروق المحبه. ما فيش مصروف، ما فيش تعليم، ما فيش بيت، ما فيش اللي انا عايزاه كطفله كبنت صغيره، ما فيش كل ده. فخلاص بقى هو مش هممني. بس عمي كان ليه عم اسمه سيد. سبحان الله، يوم ما كتبت كتابي على أحمد فؤاد حسن، يوم ما وصل تاني يوم بقطر الصحافة جاي يقتلني. والله العظيم كنا ساكنين في التوفيقية، في العمارة اللي قدام شل اللي كان فيها مكتب رشدي أباظة. عارفها. فطلع فوق، وفين عواطف، فين عواطف، فين عواطف. أمي طبعا جالها رعب، قالت له بس دي متجوزة وقاعدة مع جوزها بتتعشى جوه. فطلع له احمد فتحي حسن بورقه الجواز وقال له اتفضل دي مراتي وانا حر بمراتي، مراتي ما بتعملش حاجه وحشه. عمل كده وخد بعضه، فتح الباب وقفل الباب وركب الاسانسير ومشي. وده يوم ما شفتوش بعد كده، ما شفتش حد منهم.